السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين والمتابعات. معكم مجد العاشري، ودي بداية سلسلة وثائقية تهدف إلى شرح الانتقال من النظام الملكي إلى نظام جمهوري في بعض دول العالم. ومع بداية السلسلة دي هنبدأ النهاردة من قلب شمال أفريقيا، حيث تلتقي رمال الصحراء الكبرى بمياه البحر الأبيض المتوسط. فين بالضبط؟ في ليبيا الحبيبة، هذه الأرض التي شهدت حضارات عريقة وعانت من استعمار طويل حتى نالت استقلالها في 24 من ديسمبر عام 1951 لتصبح أول دولة إفريقية تحصل على استقلالها عبر منظمة الأمم المتحدة. تولى الملك محمد إدريس السنوسي زعيم الحركة السنوسية التي قاومت الاستعمار الإيطالي آنذاك عرش المملكة الليبية. كانت ليبيا من أفقر دول العالم في هذا التوقيت، تعتمد فقط على المساعدات الخارجية والزراعة البسيطة، لكن القدر كان يخبئ تحولا جذريا. في عام 1959 بالتحديد اكتشف النفط بكميات ضخمة في الصحراء الليبية، تدفق الذهب الأسود وبدأت عائدات النفط تتدفق على البلاد. لكن للأسف هذه الثروة لم تصل لمعظم الشعب الليبي بطبيعة الحال، كما يحدث في معظم دول العالم وبالتحديد في دول الشرق الأوسط. ظل الفقر منتشرا في المدن والقرى، وظلت البنية التحتية متواضعة، بينما تركزت الثروة في أيدي النخبة الحاكمة وبعض العائلات المقربة من القصر الملكي. ومع الثروة النفطية جاء بالطبع الوجود العسكري الأجنبي كالعادة، حيث أقامت الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة تدعى هويلس، قاعدة جوية قرب طرابلس، وقاعدة أخرى يعني أنا بسميها مليطة موجودة في الشرق. وطبعا حافظت بريطانيا على وجودها العسكري أيضا. كان معروف أن هذه القواعد تمثل إرثا من الحرب الباردة اللي كانت بتستهدف دول الشرق الأوسط، وكانت مصدر استياء متزايد لدى قطاعات واسعة من الشعب الليبي، خاصة بين الشباب والمتعلمين. في هذه الأثناء كان العالم العربي يعيش حالة من الغليان السياسي. القومية العربية بزعامة جمال عبد الناصر ساعتها وجدت صداها قوي بين الشباب الليبي. ثم جاءت هزيمة حزيران 5 يونيو 1967 أمام إسرائيل. هذه الهزيمة طبعا هزت الوجدان العربي بعمق. في التوقيت ده كانت ليبيا في أواخر الستينات تعيش تناقضا صارخا، ثروة نفطية هائلة لكن شعب يعاني الفقر والأمية، قواعد عسكرية أجنبية، شباب يتطلع إلى التحرر والكرامة، نظام ملكي تقليدي ضعيف، في نفس الوقت موجة قومية عربية تجتاح المنطقة. في هذا المناخ المشحون بالتوقعات والإحباطات بدأت تتشكل ملامح تغيير قادم، وكان الأول من سبتمبر عام 1969 اللي هو الفاتح من سبتمبر على الأبواب، ومعه نقطة تحول جذرية في تاريخ ليبيا الحديث.